سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم هاد الحلوى السهله الماهله اللي توجدوها في سنيوة العيد الاضحى المبارك. سجلوها عندكم ونبداو الوصفه على بركه الله. هنا جيبي غيسيبيون واحد، جيبي لي زوج حبيبات بيض بدرجه حراره الغرفه، نزيدوا لهم طبعا قريصه ملح، هنا درتها مع الاخر. نزيدوا لهم كاس ناقص اصبع تاع سكر، ونحاولوا نبقاو نخلطوا ونحاولوا ندوبوا كامل هذاك السكر. انا هنا جبت الفوي وبديت نخلط بالفوي وبقيت نخلط، لازم حتى هذاك السكر تاعنا يدوب وحتى لون البيض يتغير. موراها زدت لها كيف كيف كاس ناقص اصبع تاع زيت، وبقيت نخلط يعني حتى يختفي قاع، يعني يمتزجوا المكونات الزيت والسكر والبيض، وهذاك السكر ما يبقى من تحت، يدوب كامل. خاطش لما دابلكمش السكر وقعد حبيبات من تحت راهي رايحه الحلوه تيبس لكم. اللي تعيا وما تحبش تخدم بيدها تقدري تخدمي بالباتور ولا يعني بالاشواغ. ولا انا قلت سهله يعني باش ندوبها، جاتني سهله ماشي حاجه كبيره بزاف. هنا زدت مغرفه صغيره لافاني وبقيت نخلط فيها. قلت لكم البنات خلطوا مليح مليح باش هذاك السكر كامل يدوب، وكما راكم تشوفوا يعني حتى لون الخليط راهو تغير. موراها نحكم هذاك الكاس اللي كيلت به ندير نصو تاع مايزينا. هنا المايزينا الدور تاعها مهم جدا، تمدلي طراوه وخفه للحلوه تاعي. نغربل هذيك المايزينا تاعي ونبقى نخلط فيها كيف كيف. يعني نخلطها مليح مليح. موراها نجيب الفرينه تاعي اللي كنت غربلتها من قبل ونبقى ندير بشويه. هنا راني نزيد عليها لاليفور، درت زوج كاير لاليفور، درت الاولى ومن بعد زدت الفرينه ومن بعد زدت الدوزيام. انا هنا لاليفور تاعي راهي جديده يعني ما فيهاش هذيك الحبيبات وكامل، درتها ديريكت. لا كانت عندك قديمه في الدار ولا لازم تغربليها باش ما يجيكش فيها هذوك الحبيبات. شوفوا تاعي يعني راهي جديده. بعد ما خلطت مليح المكونات وبدات يعني العجينه تاعي بدات تلم لي. هنا نحيت الفوي وبديت نحاول نلم فيها. تقدروا نتوما تلموها بيدكم عادي، نلموها طبعا بلا عجين وبلا دلك بلا والو، نلموها برك. نبقاو نديروا الفرينه بشويه ونديروا. البنات ما ديروش برك الفرينه مره واحده باش ما تغلبكمش. بقيت هكا نلم فيها بالعقل بالعقل. راني درت الباكيت دوزيام تاع لاليفور، ما درنا زوج لاليفور، وبقيت نلم فيها هكذا بالعقل، ندير في الفرينه ونلم. بيان سور الفرينه تاعي كانت مغربله. ومن بعد جبت لهنا السنيوه تاعي اللي دهنتها بشويه زيت وحكمت الخليط تاعي. شوفوا العجينه شحال تجي طريه وتجيك شغل تتلاصق في اليد، ما تيبسوهاش بزاف بزاف، ماكوش رايحين تطبعوها ولا باش تيبسوها. كي تيبسوها ما تقدروش تخدموا بها، ومام في البنه ما راحش تجيكم شويه يابسه، يعني الشكل تاعها تجيكم شويه يابسه. هنا بقيت نحل في العجينه تاعي مع السنيوه. ديروا شويه زيت باش تتمشى لكم مليح العجينه وتجيكم سهله. يعني انا ما يبستهاش عبيها جاتني هكا. ومن بعد ما نحلوها نبقاو نسويو فيها باش نحو هادوك لي تخاص تاع الاصابع ولي تخاص تاع اليدين، ونسويوها مليح باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه، الحبات كامل يكونوا سوا سوا. هنا بقيت نسوي فيها، سويتها مليح مليح. البنات اللي لحقت حتى لهنا نتمنى منك حبيبتي تدعميني بجيم كومونتير واشتراك في القناة، وتشاركي الفيديو هذا مع صحباتك وحباباتك توري لهم الحلوة هذه. وهذا ما كان دعمكم ليا يشجعني ويخليني نزيد نحط مزيد من الوصفات. شوفوا البنات هنا اللي عندها هذاك الطابع الكاري هذاك تستعملوا واحد جهه بزاف سهله. اللي ما عندهاش كي حالتي انا كنت هنا في دارنا يعني ما كانش عندي قاع دوزاني، يعني استعملت الموس ونورمال قطعتهم وجوني شابين بالموس. اللي عندها هذاك الطابع الكاري تخدم به احسن باش يجوها كامل حبات قد قد.
ومن بعد نحكمو بوشون تاع قرعة ولا، ونبقاو ندخلو فيه هكا في الوسط، ويعني ندخلوه. شوفوا بالطريقة كيفاه ندخلوه. بعد ما نثقب كامل الحبات هكا بالبوشون وندخلهم يطيبوا، وش راح يصرى؟ هما كي راح ندخلهم يطيبوا من الفوق شويه هذوك الثقب يعاود يطلع. نتوما واش ديروا وهي طيب يعني في نص طياب كي تشوفوا هذاك الثقب طلع ولا صغار، تعاودوا تحكموا هذاك البوشون وتعاودوا تهبطوا هذيك العجينه، ومن بعد تزيدوا طيبوها عفوا من الفوق. شوفوا هنا كيف تحمرت لي هايله. غربلت عليها يعني سكر جلاسي، بصح ما حبيتش يعني نغلفها كامل، حبيت نخليها هكا تبان لي. حسيت الشكل تاع حاجه الشباب خير من نعمرها بزاف بطبقه كبيره تاع سكر جلاسي. وهنايا انا ما حبيتش ندير شيكولا، تحبوا ديروا شيكولا ديروا شيكولا، انا حبيت ندير معجون يعني تجي خفيفه بالمعجون، ما درتلوش ملون، درتو هكا معجون طبيعي. جاتني بزاف بنينه وخفيفه. اللي ما يحبوش المعجون تقدروا ديروا شيكولا، تجي تم بزاف بنينه. شوفوا الشكل تاعها شحال جاتني شابه. وقطعت لي الله يبارك 30 حبه، تخيلوا في وقفه برك قطعت لي 30 حبه. يعني توجدوها يعني في عيد الاضحى كاين بزاف اللي ما يحبش يطيب بزاف الحلوى، وكان يحب يدير حلويات جافه كيما هكذا، حلويات ساهلين على بالنا بلي فيه العيا بزاف عيد الاضحى. تما الامهات الجزائريات يفضلوا يديروا هكا دي غاتو خفاف، دي غاتو ساك هكا قبل العيد، يخلوهم يعني يشربوا بهم قهيوه برك ولا عفايس تاع العسل، ولا يعني ماشي كيما العيد الصغير اللي نكثروا فيه الحلوى ونكثروا اكو تعرفوا. كملت درت هذاك المعجون تاعي كامل، كملت درت لهم كامل المعجون كيما راكم تشوفوا، وقطعتهم. يعني شوفوا البنات نسيت باش نقول لكم تقطعوهم من قبل، يعني قبل ما يطيبوا مليح بالموس، وكي تجبدوهم تعاودوا تفتحوهم هكا بالموس هكا يعني وهما سخونين تعاودوا تقطعوهم مليح باش ما يلصقوا لكمش وما يتخسرش الشكل ديالهم. تشوفوا يعني هذه هي النتيجة النهائية تاع حلوة البوشون تاعي. صدقوني تجي بزاف بنينة، تجي بزاف هشيشة، تقطع لنا كمية كبيرة ما شاء الله. يعني اللي عندها الغاشي ولا تقدر دير 2 سنيوات تقطعهم هكا ليلة العيد وتحط بيهم، يعني تحط القهوة تاع العيد وكامل ما شاء الله يسلكوا. اللي عندها الدراري للقهوة تاع الصباح ماشي غير للعيد، تقدري ديريها القهوة تاع الصباح، قهوة تاع العشية يعني، ولا غير صراحة بنينة وهشيشة بزاف، يعني تجيب بزاف هشيشة. جربوها ورجعوا لي بالخبر، يعني انا نقول لكم جربوها برك. الشكل كنت تشوفوا القوامة كنت تشوفوا، بصح البنة ما تقدرش تشوفوها البنة حتى تجربوها وتذوقوها باش تعرفوا لا بنينة ولا لا. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم وبقاو على خير.